في الجلسه ديال الطلاق هي ما بغاتش الولد قدام القاضي، قالت له ما عندي ما نعمل به. اللي مريض، الولد اللي مريض، اللي مريض معوق دينيا ما عندي ما تعمل به. رغم ان القانون ديال المدونه كان تعطي من بعد منها هي تعطي لامها، بحكم ان كاينه معطيات في دارهم وعندها خوتها ملحافين وهذا، والام ما غاديش تحملوه هو معوق دينيا، وكان هنا ديك الساعه في السونتر ديال الامل في الرباط، انا باقي خدام وهذا. نطقت انا وقلت للقاضي ما كاين مشكل، عطيه ليا انا نشدو. قلت لها اعطيني البنات كاع كنت نشدهم كاملين. قالت لي لا هذوك بغيت فلوسهم. بقى القاضي تيشوف ما كاين مشكل. طلبت من القاضي فقط انه يسجل في عقد الطلاق السبب علاش تنازلت على الحضانه ديال الولد، وكتب حرفيا وتنازلت عن حضانه ابنهما كذا الى حين سقوط الفاحشه لصالح لوالديه نظرا لحالته الصحيه. نعم. حيث غتكتال هذا خصو يعرفوا هذا. المهم بقيت شي سنه ونص ما تزوجتش، ولكن تقهرت مع الولد. ولكن بقيتي في علاقه مع وليداتك، يعني ما قطعتيش صله الرحم اللي عطاك الرحم؟ لا بالعكس، انا طالب صله الرحم كانت تمنعني من بناتي. هي في الدار البيضاء، انا في الرباط، ملي تمشي نشوف بناتي كتمنعني منهم، كنتي كتصرف عليهم انا عملت شكايه لوكيل الملك بصله الرحم هكذا. يعني المهم تمشي نخرج تنصرف عليهم، تنصرف النفقه شهريا بالامور عن طريق البريد، تنصرف الحوالات البريديه. الا مشيت راني تنخسر الفلوس، اذا ما عندي عليها حتى شي دليل، ولكن ماشي مشكل. وليداتك ماشي مشكل، ما تحاسبش مع ولادك. بقيت عام ونص تقريبا ما مجوش، ولكن تقهرت لان بحكم ان عندي ولد معوق وانا خدام، وكان احيانا اللي تنبات في الخدمه. كنت خدام في الوزاره الداخليه، تنبات في الخدمه لانه كان واحد السيد الله يجزيه بخير جاري تيشدو تيبات مع ولادو وهذا. المهم تمحن قررت على ان نتزوج طبيعي، لان فعلا قلبت على وحده داوني ليها الناس. المهم ديت معايا الولد، خطبتها، قلت لها انت ها هو، وهاني تنضرب على خواتاتو باش يجيو لعندي، يعني شاطه عليها. فعلا تزوجت بها، قبلاتو وبقيت نتزوج بها شي سنه ونصف. من بعد هي تقول لي واحد الوقت انا ولا هو. قلت لها اختي ملي قلتي هذه الهضره دي حكمتي على راسك، ما يمكنليش على انه هذا الولد عندك ما تلوح فيه حتى قانونيا، خلوه انسانيا وهذا واجتماعيا، حتى قانونيا ما يمكنليش، لان عندي الحضانه ديالو، عندي مسؤوليه جنائيه تابعني. قررت انا ما نتزوجش حتى التقاعد، يعني كنت عوال حتى لحق 60 عام ونخرج تقاعد عاد نتزوج. من حسن الصدف ان جات المغادره الطوعيه. قدمت طلب وافقت عليه وزاره الداخليه فخرجت. خرجت في 2005 مغادره طوعيه. 2006 تزوجت. اذا وليت جالس، يعني ما كان مشكل، يعني متقاعد. اذا يمكن نقابل الولد حتى لو وقع شي تصرف خاطئ من الزوجه ولا هذا كاين. بس انا هادشي علاش كنت قررت انا ما نتزوجش حتى نشد التقاعد، انا باش نراقب، باش تفرغ لولدك، وغادي نولي ولدي انا اللي نديه وانا اللي نجيبه وانا هذا، وحتى لو وقع شي سوء تصرف معاه انا راني مقابل هذا. المهم طحت في السيده الله يعمها هذا، تزوجت بها، قبلته طبعا وهذا، بقى معاه وباقي معايا لحد الان، عنده 24 سنه دابا، باقي معايا لحد الان. المهم ملي تزوجت في 2006 هاد السيده هادي ما ولداتش حتى هي، ديتها للطبيب، الشيء اللي ما عملتوش مع الاخرينات. في 2008 ديتها للطبيب، كشف عليها هذا، قال لي هادي تولد من الغدا، انت اللي خصك تعمل التحاليل. قلت له انا عندي 3، راني والد عندي 3. قال لي المهم داز واحد شهرين وانا تنطبخ في دماغي، ما مصدق، ما قبلتيش انك دير التحاليل لانك انت والد. ما صدقش لان ولادي مربي عليهم الكبده وكل شيء وهذا وانا والد، فما فهمت. كاين واحد المواقف اللي هي المهم بعد شهرين رجعت لعنده انا والمراه، عاود قلبها، قال لي ذاك النهار قلت لك بانه المراه هذه تولد من الغدا، انت اللي قبلت له. قلت له واخا عطيني نعمل التحاليل يعني السائل المنوي ما نشوف. عملت التحاليل هذوك الاولين كنت عملتهم في الخميسات، بحكم انا كنت ساكن قريب من الخميسات. الا ملي شديت التقاعد انا خرجت من الرباط، لان بالنسبه لي ما يمكنليش نعيش في مدينه كبيره، عييت. فالمهم عملتهم مختبرات تماك في الخميسات، خرجوا بان جميع المؤشرات كلها مضروبه بالزيرو، يعني التحليله اللي فيها 2 صفحات ولا 3 جميع المؤشرات ما كتدل انك انت ما كتولدش، يعني تيدل اكثر من هذا انه عقم مبدئي ماشي طارئ، يعني من الاول ديالو هكذا انه عندك من الاول ما يمكنليش يولد اصلا. ايوا السهو في الجحيم ما مصدقش. واخا ولكن كيفاش بعدا استوعبتي هذه الفكره ديال انت ما كتولدش؟ السهو في الجحيم الاولى طاحت عليك بحال شي يعني كارثه،
لان ما مصدقش هو انا ما تنعس ما تناكل ما والو غير ما تتوسني هاد السيده هذه جديده وهذا. المهم من بعد السوق قررت ان ندير عاوتاني تحاليل جديده. مشيت مراتك الاولانيه ما ساقش اخبار لهذا الشيء؟ لا ما ساقش. هاد الكارثه اللي نزلت عليك والاولاد تمشي نشوفهم البنات نخرجهم كل شيء الامور عاديه. انا كاود دقه في نفسي وتنسكت عليها وهاني لانه ولكن ما يمكنش تقول حاجه وانت مازال يعني الانسان عاوتاني بعقله والانسان هذا ماشي انسان اللي هو كان مسؤول كان فهمت باجيال. لا وهذا الشيء ماشي سهل. ديك الساعه صافي قررت على ان نعمل دعوه ديال رفع النسب ديال ثبوت النسب. نفي النسب. ما انا طلبت غير ثبوت النسب ماشي نفي النسب لان نفي النسب معنى انه اني تنقول النتيجه اصلا ماشي ولادي ولا ما يمكنليش حتى تخرج لي الانسان كاين مصطلح هذا تزيد تثبت النسب. ثبوت النسب لان لا نفيتيه من الاول بلا ما دير لا خيبه لا والو يعني بلا ما تعمل الا نفيتيه ما تبقى بينك وبين الله. انا خصني كاين بيني وبين الله ولكن كاين حتى قانون وهذا. عملت هذه الدعوه ديال ثبوت النسب في السماء بقاو تيطولوا فيها ويجرجوا وهذا. عملت محاميه على اساس انه باش ندافع عليه وهذا في القضيه هذه. من بعد ناضوا اش عملوا فعوض اللي كاين لوجيكمون منطقيا مادام ان في السماء كاين واحد الاختصاص ما كان الاستاذه هي هنا غادي يحيلوا على المختبر ديال الدرك الملكي لان هو اللي تابع له تما. من بعد داك التطويل وكل شيء حالوا على الشرطه مختبر الشرطه في الدار البيضاء. انا فهمت ديك الساعه بان القضيه ما مخرجاش قضيه ماشي في صالحك. طلبت المحامي على انه تكون يقظه وعملت مشيت ديت الوالد وعملت الخبره وداو هما الخبره. بقات ملي تنتصل انا بالمحاميه تنقول لها اشنو اللي كاين اختار مازال ما خرجش الحكم اختار عند رئيس المحكمه هو اللي شادو اختار هذا. انا ملي حسيت بالقضيه باغي نطلب خبره مضاده في البلاصه قبل ما تحكم القضيه. بقات تديني محامي وتجيبني وهذه ديالتي حتى تحكمات بان ثبوت النسب الابناء ليا الولاد ولادك. خرجت الخبره بان ولادي. ايوا مع العلم ان الخبره فيها 4 الناس وهاد التقارير الطبيه شنو هاد التقارير الطبيه اللي عليك اللي كتثبت انك انت راجل عاقل من الاول شنو درتي فيها؟ في هذيك اللحظه انا اللي عملت انا دعوه ديال النسب ناط هي بحكم ان اخوها قاضي وعندي انا واحد الارض فلاحيه تابعه للماني كان شيتها بداك التعويض اللي عطاوني في المغادره الطوعيه لان باغي نسكن في الباديه بغيت نسكن في الباديه انا عشقت لي على الباديه وهذا. ناط هي ديك الساعه مشات عملت الحز على هذيك الارض بدعوى انها تتسنى النفقه من تاريخ الطلاق من 98. اذا دخلتوا في طريق واحده اخرى. هو الطريق هربتوا على الطريق اللي هما كانوا غاديين فيها. الالهاء. انا المشكل ديال النسب اختلط بالتزوير اختلط باستغلال النفوذ. حيت انا نرجع معاك لثبوت النسب. فين وصلتي في المسطره ديال وليداتك؟ المسطره ديال شنو درتي باش تعرف هذوك الولاد واش ولادك ولا ماشي ولادك؟ لا هوني عليها بهذا الاعتقال وبالحز وهذا الا مؤخرا في السنه الماضيه ملي خرج الحكم الاول في العاقه خرج لصالحي وداو الاستئناف ومن بعد يديروا النقد وخرج لصالحي. لا هوني عليها عملتها في السنه الماضيه رفعتها في الاستئناف. اش عملت القضيه باش طلبت خبره مضاده مزدوجه وطلبت انها تكون في المختبر ديال الدرك الملكي وتكون في باستور في فرنسا لان ملي تذكر باستور ما بقى تزوير فهمتي ما بقى لان باستور سورتو على ان المختبر الملكي ديال الدرك الملكي هو الذي يعطي هذاك الخزعه هو الذي يرسلها للباستور. اذا انا عملت جميع الضمانات باش ما يوقع شي تلاعب. القضيه باش حكمات باش ترفض الطالب حقه وبمنطوق ديال الحكم ديالها انه نقص الحيوانات المنويه او التشوه ديالها ولا الضعف ديالها ليس دليلا على العقم المبدئي بل يمكن يكون طارئ. القضيه ولات خبيئه انا طالب خبره القضيه ولات هي خبيئه. المسطره المدنيه والاستاذه هي هنايا تقول بان يجب الاستعانه في المسائل الفنيه بخبير ودابا القضيه ولات هي خبيره هي تدلي بانه شكون اللي عقم مبدئي وشكون اللي عقم نعم. واخا سي محمود شكرا لك بزاف.